عمرك حسيت ان الموبايل بياخد وقت المذاكرة كله؟ دقيقة بس وتلاقي نفسك اخدت ساعة كاملة على الموبايل. النهاردة جاية اصدمكم، ايوه بجد اصدمكم عن تجربة حقيقية حصلت معايا انا شخصيا. وسامحوني لو لقيتوني ببص في الاجندة بتاعتي كتير عشان حاولت اكتب لكم كل الحاجات اللي مريت بيها في التجربة دي. فانا عايزة اقول لكم بجد ان التجربة دي فرقت معايا جدا وتجربة شخصية، ان ازاي هقدر اقلل وقت الموبايل في المذاكرة، وبالذات في وقت الامتحانات وكل الوقت اللي بنكون مزنوقين فيه ومحتاجين ان احنا نذاكر. جاي اشجعكم واقول لكم ان انتوا تقدروا، you can do it. يعني انت تقدر، you can do it. انت تقدر، يعني انت تقدر تقلل من وقت الموبايل وتقدر كمان تخلي بالك من المذاكرة، وانت تقدر تعمل كل حاجة انت بتحبها. قدرت اعمل كل الحاجات دي وانظم وقتي لما عرفت حاجة مهمة جدا ومقولة جميلة قوي: the time is important. the time is important يعني الوقت غالي او الوقت مهم. the time is important يعني الوقت مهم. والمقولة دي حاولوا تكون في دماغكم دايما او تكتبوها زي ما انا بقول لكم، وتخلوها دايما ان الوقت مهم. فلازم تستغلوا وقتكم في ان انتوا تنموا مهاراتكم وان انتوا تذاكروا كويس، او ان انتوا حتى تعملوا حاجات انتوا بتحبوها. يعني حتى لو عندنا وقت فراغ كده ممكن نعمل فيه حاجات احنا بنحبها، مثلا نظبط الحاجات بتاعتنا، نرص الضرفة بتاعتنا تاني، نعيد ترتيب الكتب بتاعتنا لو هي مثلا مبهدلة. كل الحاجات الصغيرة دي بتعمل تغييرات كبيرة بعد وقت. That small steps every day lead to big changes. يعني ان التغيرات الصغيرة كل يوم بتؤدي الى التغيرات الكبيرة او للحاجات الكبيرة اللي احنا بنكون نفسنا نعملها. لان الحاجات الكبيرة مش بتيجي بالسهولة دي، النجاح مش بيجي بسهولة، لازم نتعب شوية، لازم حبة تركيز، لازم يكون فيه تعب شوية عشان نوصل للنجاح والحاجة الكبيرة والحلم اللي احنا نفسنا فيه. دايما لما نيجي نذاكر لازم نخلي مثلا جنبنا مية واكل، وكل الحاجات اللي احنا ممكن نذاكرها تكون جنبنا على المكتب. لان عقلنا مثلا ان احنا بنكون مش قادرين نذاكر، فنقول هروح بس اشرب واجي، هشرب واكل والعب وهنسى المذاكرة اصلا. فيعني دي من الحاجات الحلوة قوي. خلي جنبك كوباية مية، مثلا اي سناكس بتحبيها، مقرمشات او مثلا خضروات او فواكه، او حتى لو سندوتشات تكون كده جنبك عشان ما تروحيش وتيجي كتير وتاكلي وتروحي وتشربي وتتشتتي في حاجات كتير قوي. فخلي كل الحاجات دي جنبك وانتي مثلا بتذاكري او انتي في حاجة مهمة لازم تخلصيها. وكمان لو عندنا اي وقت فراغ نحاول نستغله، لان زي ما قلت لكم the time is important، الوقت مهم. لان الوقت ده هو اللي بيساعدنا نكون مهارات وصداقات جديدة، وهو اللي بيصنع الذكريات بتاعتنا our memories اللي هي الذكريات. فاحنا في اي وقت فاضي عندنا في وقت الفراغ بتاعنا نحاول ان احنا ننمي من مهاراتنا، او ان احنا مثلا نخلص حاجات كانت علينا. ودايما لما نيجي نذاكر او نعمل اي حاجة مثلا كبيرة او حاجة علينا، يعني لازم كده نخلي الدنيا حوالينا نظيفة. يعني لو المكتب مثلا مش مرتب، لا نعيد ترتيبه وننظمه، مثلا نحط عليه مفرش جديد او نعملها. دي كمان بتخلينا نتحفز ونتشجع اكتر. ونخلي دايما مثلا لو انا حاسه ان انا مش قادره اذاكر او انا خلاص ما عنديش طاقه، ممكن نعمل حاجات بسيطه كده تخلينا نرجع يكون عندنا طاقه تاني. ان احنا مثلا ممكن ناخد شويه بريك بس مش كتير قوي علشان ما نكسلش عن المذاكره، او مثلا نروح نعمل حاجه صغيره احنا بنحبها، زي مثلا ممكن ننظم الاكسسوارز بتاعتنا، او ان احنا مثلا ننظم الدولاب بتاعنا، او ان احنا مثلا نعيد ترتيب المكتب بتاعنا كله، نفرزه مثلا، نطلع حاجات احنا مش محتاجينها فيه. وكل الحاجات دي بتساعدنا دايما ان احنا يكون حوالينا بنحس كده بان احنا عملنا انجاز لما نظبط حاجة او ننظف حاجة. بحس كده ان احنا عملنا حاجة في يومنا، حاجة عظيمة كده لما نعمل حاجة من الحاجات الصغيرة دي. وفي اخر الفيديو اتمنى ان انا اكون بشجعكم وبوزع دعم لكم كلكم في وقت المذاكره. وكمان هقول لكم على 3 جمل مهمين جدا تحفيزيه، يا ريت تكتبوها في النوتس بتاعتكم علشان فعلا حلوين قوي. اول واحده the time is important اللي انا قلتها في اول الفيديو. تاني جمله اللي هي
No success without hard work. مفيش نجاح بدون تعب. No success without hard work. الجملة can do it. You can do it. You can do it يعني انت تقدر تعملها. يا ريت تقولوا كده لنفسكم دايما لما يكون في حاجة قدامكم. وكمان قبل ما اقفل معاكم الفيديو كنت عايزة اكلمكم عن حاجة كمان. self confidence. الثقة بالنفس. لو احنا من جوانا ما عندناش ثقة بنفسنا ان احنا ممكن ننجح في المادة مثلا الصعبة دي، او ان احنا ممكن نحقق حاجة احنا كان نفسنا فيها حتى لو الحاجة دي صغيرة، استحالة نقدر نعملها حتى لو ايه حصل. لازم يكون من عندنا من جوانا self confidence. وخلي جواكوا دايما المقولة دي تشجعكم. self confidence is the first step towards success. يعني ان الثقة بالنفس هي أول خطوة لطريق النجاح، أو أول حاجة لتصل للنجاح. self confidence is the first step towards success. self confidence is the first step towards success. يعني الثقة بالنفس هي أول طريق للنجاح. وكده يكون خلص فيديو النهاردة. أتمنى إن أنا أكون بشجعكم فيه، ولو عجبكم ما تنسوش لايك سبسكرايب وتشجعوني انتوا كمان. باي باي. See you in the next video.